يا ساتر يا رب، مين ده؟ مش عارف ده مين يا استاذ شريف؟ لا مش واخد بالي منه كويس. ده يا سيدي احمد ابن الحاج محمد اللي كان معاك في الثانويه. مستحيل ده يكون احمد اللي كان معايا في الثانويه العامه، اللي كان بيطلع من الاوائل. للاسف هو. وايه اللي عمل فيه كده يا ابو هيبه؟ اصدقاء السوء هم اللي عملوا فيه كده. طب فهمني يا ابو هيبه، ايه اللي حصل له بالظبط؟ بص يا سيدي، الحكايه بدات بعد احمد ما خلص الثانويه العامه وجاب 99% ودخل كليه الهندسه. ألف مبروك يا ابني، رفعت راسي وشرفتي. الله يبارك فيك يا حاج. ألف مبروك يا باشمهندس، شد حيلك عشان تبقى دكتور قد الدنيا. مهندس مش دكتور يا علي، وعقبالك يا اخويا ان شاء الله. امسك يا باشمهندس، ده 10,000 كنت شايلها عشان اليوم ده، تروح تشتري لك كم طقم حلو وتشوف مصاريف الكلية. ربنا يخليك ليا يا ابويا وما يحرمنيش منك ابدا. وأي مصاريف تعوزها موجودة إن شاء الله. يا ابني بقى عليك الجلابية دي. ربنا يقدرنا يا ابويا وان شاء الله هعوضك عن التعب اللي تعبته معايا. طب يلا يا ابني ما تضيعش وقت وروح شوف مستقبلك. صباح هندسه، ما تيجي تقعد معانا شويه؟ لا والله يا جماعه معلش انا عندي محاضرات كتير ومذاكره. يا عم هي المذاكرة هتطير، تعالى روق دماغك معانا شوية. مش هينفع يا جماعه اصل ايه؟ طب ورحمة سيد السمنودي لا تيجي تقعد معانا يابا. لأن أحمد أخويا آخر النهارده يا أبوي. أكيد عنده محاضرات كتيرة يا علي، وعقبالك لما أشوفك زيه إن شاء الله. يا رب يا أبويا. شد هندسه عشان تعرف تظبط دماغك. لا والله الحياه دي حرام وانا ماليش فيها. يا عم احنا اصحابك ومش هنضرك. دي الشده دي هتظبط لك الذاكره. أنا قمت على الأرجات يا أبوي. بكرة يا ابني تكون المية جت. يا ابويا اديني فلوس. فلوس إيه تاني يا ابني؟ مش لسه عطيك 2000 جنيه امبارح؟ و2000 جنيه تعمل ايه يا ابويا؟ ده انا في كليه هندسه. ما تتكلم مع أبوك كويس يعني. خلاص يا قال إيه يا ابني؟ إيه اللي حصل لك؟ أنت ما تتعامل معانا كده ليه؟ ماليش دعوه يا عم، انت مش اما تفهم. انا عاوز فلوس، عايز فلوس. الله يسامحك يا ابني، بقى دي آخرتها. احب على ايدك اديني شده دماغي هتفرتك. بص يا صاحبي، احنا عملنا معاك الواجب كتير كده، مش هينفع. بص يا نجم، الحاجات دي احنا مش سارقينها، جايبينها بفلوس. طب اديني شده دلوقتي والمره الجايه اجيب لكم الفلوس اللي انتوا عاوزينها. خلاص يا جماعه ادوا الشده دي مجدع مني، وخدوا السياره دي هديه مننا. المره الجايه تعمل حسابك، لو ما جبتش فلوس مفيش شد تاني. يا علي فين المروحة والتلفزيون يا ابني؟ أكيد أخويا أحمد اللي خادم يا أبوي، أكون مين اللي خاده؟ لله الأمر من قبل ومن بعد. ربنا يهديك يا ابني وتلقى لعقلك تاني. وبعدين يا حاج محمد هتسيب ابنك احمد كده؟ ده المخدرات لحست دماغه يا راجل. مش قادر عليه يا ابني، قول لي أعمل إيه معاه بس. نوديه مصحة يتعالي. حاولت كتير وما قدرتش. طب سيبهولي انا يا حاج محمد وانا هتعامل معاه بالعافيه. اوعى سيبني يا عم، سيبني انا مش مجنون، سيبني. اوعى يا عم سيبني عشان خاطر ربنا يا أخويا، عايزينك ترجع زي الأول. حرام عليكم سيبوني.
دماغي دماغي. حرام عليك تعبني ليه معاك يا اخي؟ دماغي اتفرتك. حرام عليك يا ابني. وبالفعل أحمد دخل المصحة أكتر من مرة، وكل مرة حالته تتحسن ويرجع تاني لأصحاب السوق. احب فوق راسك يا عم فكك مننا بقى. ابوس على ايدك شده واحده بس، دماغي هتموتني. يا عم غور في غارة. اموت. دماغي هتفرتك. تمشي يا عم ما تشبهناش، احنا ناس محترمين. عشان خاطر ربنا شمه واحده بس، دماغي هتفرتك. يا عم مش ناقصه جرب، بينا نشيله من هنا يا جماعه. مضغور يا عم. يشبهنا ده. يلا يا عم. يلا يا عم زاد جرف. كل ده حصل لك يا احمد؟ أيوة يا أستاذ شريف، المخدرات ضيعت مستقبله وضيعت أهله وحياته. لا لسه في امل يا احمد. انا شيف صاحبك من ايام الثانويه، فاكرني يا احمد؟ انا ضيعت نفسي وظلمت ابويا وغضبت ربنا. ما تقلقش يا احمد، التوبه بابها مفتوح. قوم معايا نروح لابوك وان شاء الله هترجع احسن من الاول. سند معايا يا ابويا. سامحني يا ابويا. ما تقلقش يا عم محمد، انا اتكفل بعلاجي على حسابي وبامر الله هيرجع احسن من الاول. ارجع كيف زي الاول يا استاذ شريف؟ انا كنت الاول في دراستي واسمي كان مال المكان، وفي لحظه بقيت تايه في الشوارع، ولا ليا صاحب ولا عنوان. وانا كنت شايل الهم وبحلم اشوفك انسان. ضيعت الحلم ليه وجرحت قلب الفرحان؟ صحبة السوق ضحكوا عليا وقالوا لي دي سكة الجدعان، طلعوا بيحفروا قبري وانا فاكر نفسي كسبان. يا مخدرات كفاية خلاص، وكفاية بقى ادمان. ده الشباب اللي زي الورد صبح مشرد وتعبان. سامحني يابا، انا فعلا كنت غلطان، وادعي لي تاني ارجع للحياة انسان من غير احزان. بدعي لك من قلبي يا ابني، ربنا يتوب عليك وعلى كل انسان.